كلنا عارفين الفارو اربيلوا مدرب ريال مدريد دلوقتي واللي مقدم معاهم اداء كويس، بس كتير مننا ما يعرفش مسيرته كلاعب كانت عامله ازاي، وحتى اللي اتفرج عليه مش قادر يحكم على مسيرته. في ناس شايفه انه كان لاعب عادي والحظ خدمه انه كان في جيل اسبانيا وريال مدريد التاريخي، وناس تانية شايفه انه كان جندي مجهول في ريال مدريد. جوزيه مورينيو كان بيعشقه وكان شايفه باك يمين مثالي، لاعب خد كل البطولات الممكنه مع اسبانيا وريال مدريد. هنعرف النهارده هل كان اوفر ريتد واخد اكتر من حقه، ولا كان اندر ريتد وكان جندي مجهول. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا نصار. الفارو اربيلوا اتولد في مدينة سلامانكا في اسبانيا سنة 1983، وهو عنده 4 سنين عيلته تنتقل لمدينة ساراكوستا ويبدأ مسيرته في ناشئين ريال ساراكوستا. اربيلوا كان بيلعب في مركز الباك اليمين واحيانا في مركز الباك الشمال، واللي كان واضح على اربيلوا انه باك دفاعي ومالوش قوي في الهجوم، بس هتلاقي ان عنده وعي دفاعي وذكاء كبير. ومع ناشئين ريال ساراكوستا اربيلوا يلفت الانظار، وكشافين اكاديمية الريال خدوا بالهم من اربيلوا وحسوا انه هيبقى مفيد للفريق، وليه لا يبقى هو خليفة ميشيل سالجادو في الفريق الاول. وفعلا في صيف 2001 اربيلوا ينتقل لاكاديمية ريال مدريد، واربيلوا ياخد رحلته مع اكاديمية ريال مدريد لحد ما يتصعد للفريق الثاني اللي هو الكاستيا. اربيلوا كان بيقدم اداء ممتاز مع الكاستيا وكان دايما بيترشح انه يتصعد للفريق الاول. البداية الحقيقية لاربيلوا مع ريال مدريد كانت في موسم 2004 2005. اربيلوا يتم استدعائه للفريق الاول في الماتش الرابع في الدوري قدام اوساسونا، بس اربيلوا ما شاركش في الماتش ده وكان على الدكة. في الماتش السابق قدام ريال بيتيس اربيلوا يشارك لاول مره مع ريال مدريد كبديل ويلعب لمده 32 دقيقه ويقدم اداء كويس، وبعدها كان اربيلوا بيبقى على دكه البدلاء في الماتشات لحد ما يجي الماتش ال 18 في الدوري وكان قدام اتلتيكو مدريد في الديربي. اربيلوا ياخد ثقه مدرب ريال مدريد لوكسمبورجو ويبدا الماتش كاساسي، واربيلوا يقدم اداء قوي جدا وريال مدريد يفوز في الماتش ده 3-0. وهتلاقي كمان ان اربيلوا لعب ماتشين كاساسي في الكاس مع ريال مدريد. اللي كان غريب بقى وقتها ان بعد ماتش اتلتيكو مدريد في الدوري اربيلوا ما دخلش القايمه تاني ولا مره الموسم ده ويرجع يلعب تاني في الكاستيا. ونروح لموسم 2005 2006 اربيلوا يلعب مع الكاستيا ويقدم اداء كويس وما يشاركش في ولا ماتش مع الفريق الاول. وفي صيف 2006 ديربوتيفو لاكورونيا يشتري اربيلوا مقابل 1.5 مليون يورو. ونروح لموسم 2006 2007 اربيلوا مع ديربوتيفو قدم اداء كويس رغم ان الفريق كان بينافس على الهبوط. اربيلوا قدر يقدم ماتشات كويسه قدام الفرق الكبيره، هتلاقي انه عمل ماتش كويس جدا قدام برشلونه في الماتش اللي خلص بالتعادل 1-1، وقدم ماتش ممتاز قدام ريال مدريد ويقدروا يفوزوا على ريال مدريد 2-0. وعلى فكره اربيلوا لعب الماتش ده كقلب دفاع. وفي الشتاء وبسبب اداء اربيلوا القوي الاسباني رافا بينيتس مدرب ليفربول يطلب ضم اربيلوا، وفعلا ليفربول يشتري اربيلوا مقابل ما يقارب 4 مليون يورو، ودي تكون نقله كبيره جدا في مسيره الفارو اربيلوا. وفي النص الثاني من موسم 2006 2007 اربيلوا ما يحتاجش كتير عشان يثبت نفسه وياخد مكان اساسي مع ليفربول، واول ماتش اساسي يلعبه اربيلوا مع ليفربول يكون قدام برشلونه في دوري الابطال. الماتش الاول على الكامب نو يخلص بفوز ليفربول 2-1 واربيلوا يقدم اداء كويس. وفي الماتش الثاني في الانفيلد رافا بينيتس يستغل الصلابه الدفاعيه عند اربيلوا ويلعبه كباك شمال عشان يحد من خطوره ميسي، وفعلا اربيلوا يقدر يقدم اداء كويس. ورغم خساره ليفربول 1-0 الا ان الفريق اتاهل مستفيد من الفوز على الكامب نو 2-1. وفي الدوري اربيلوا قدر يظهر بشكل كويس، وهتلاقي انه كمان قدر يسجل هدف قدام ريدنج ويصنع هدف قدام ارسنال. الموسم ده ليفربول وصل لنهائي دوري الابطال بس للاسف خسروا على ايد الميلان بنتيجه 2-1، واربيلوا شارك في اخر دقيقتين في الماتش. ونروح لموسم 2007 2008 اربيلوا اداؤه يبقى كويس جدا ويقدم موسم قوي. واربيلوا رغم انه مش باك هجومي وما تستناش منه مهارات ولا اهداف الا انه كان مهم جدا لاي مدرب، وده بسبب المرونه والوعي التكتيكي اللي كان عنده والروح القياديه، وانه كان دايما بيعمل كل حاجه عشان يفوز بكل ماتش. ليفربول الموسم ده خد المركز الرابع في الدوري، وفي دوري الابطال قدر يوصل لنص النهائي بس خرج على ايد تشيلسي. اربيلوا لعب الموسم ده مع ليفربول 41 ماتش في كل المسابقات وقدر يحقق كلين شيت في 16 ماتش، وده بالاضافه انه قدر يصنع هدفين. وبسبب المستوى الكويس لاربيلوا يتم استدعائه ليورو 2008 مع اسبانيا. اربيلوا ما كانش بيلعب بشكل
بشكل اساسي مع اسبانيا، وده بسبب وجود سيرخيو راموس واللي كان بيلعب كباك يمين اساسي في المنتخب. اربيلوا ما لعبش غير ماتش واحد بس في البطوله قدام اليونان. المهم يعني ان اسبانيا تفوز بالبطوله واربيلوا يفوز باول بطوله في مسيرته كلها. ونروح لموسم 2008 2009. الموسم ده المنافسه فيه كانت قويه جدا على الدوري الانجليزي بين اليونايتد وليفربول، واربيلوا كان اساسي وكان مقدم ماتشات قويه جدا قدام الفرق الكبيره، بس للاسف ليفربول تخسر الدوري وتكون في المركز الثاني ورا اليونايتد بفرق 4 نقط بس. اربيلوا الموسم ده لعب مع ليفربول 43 ماتش. اربيلوا قدر يحقق كلين شيت في 21 ماتش. وفي صيف 2009 تحصل حاجه مهمه جدا لاربيلوا واللي كان مستنيها من سنين. ريال مدريد يقرر يرجع اربيلوا ويشتريه من ليفربول مقابل 4 مليون يورو، واربيلوا يرجع لبيته مره تانية. ونروح لموسم 2009 2010. اربيلوا الموسم ده كان بيلعب كباك يمين في غياب راموس، ولو راموس موجود كان بيلعب كباك شمال. اربيلوا كان مقدم موسم كويس جدا، ويمكن اشهر جون سجله مع ريال مدريد كان الموسم ده قدام اتلتيكو. ريال مدريد الموسم ده خسر الدوري لصالح برشلونة بفرق 3 نقط بس، وخرج من دور ال 16 في دوري الابطال على ايد ليون الفرنسي. اربيلوا الموسم ده لعب 38 ماتش، حقق الكلين شيت في 13 ماتش، وسجل هدفين وصنع هدفين. ويتم استدعاء اربيلوا لكاس العالم 2010 مع اسبانيا. واللي حصل في يورو 2008 حصل في كاس العالم. اربيلوا ما شاركش طول البطوله غير في 13 دقيقه بس في النهايه اسبانيا تفوز بكاس العالم واربيلوا يفوز بكاس العالم. ونروح لموسم 2010 2011. جوزيه مورينيو يتولى تدريب ريال مدريد، وكل اللي فات في مسيره اربيلوا حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. مورينيو كان بيعشق اربيلوا وكان شايف انه ذكي جدا، وبقى بيعتمد عليه بشكل اساسي سواء كباك يمين او شمال، وبقى واحد من رجالته وكان من اللعيبه القاده جوه غرفه اللبس. ريال مدريد اداؤه اتحسن جدا مع جوزيه مورينيو، واللعيبه بقت تلعب بروح اكتر وتعمل كل حاجه عشان الفريق. ريال مدريد الموسم ده كان في المركز الثاني في الدوري ورا البطل برشلونه، وقدر يوصل لنص نهائي الابطال، وده كان لاول مره من 9 سنين. البطوله الاهم الموسم ده كانت في كاس الملك، واللي ريال مدريد قدر يفوز بيها بعد الفوز على برشلونه 1-0. واربيلوا قدر يعمل ماتش قوي جدا ولعب ال 120 دقيقه كامله، واربيلوا يفوز باول بطوله مع ريال مدريد. اربيلوا الموسم ده لعب 43 ماتش مع الريال، حقق كلين شيت 20 مره وسجل هدف وصنع هدف. ونروح لموسم 2011 2012. احسن موسم لاربيلوا طول مسيرته. الموسم ده اربيلوا خلاص بقى هو الباك اليمين الاساسي لريال مدريد، لان السبيشال 1 جوزيه مورينيو بقى بيوظف راموس كقلب دفاع. الموسم ده كان تاريخ ريال مدريد بعد ما قدر يحقق الدوري ب 100 نقطه. اربيلوا كان واحد من اهم الاسلحه الدفاعيه لمورينيو، وعلى فكره مورينيو كان حابب ان اربيلوا يبقى بيدافع بس، لدرجه انه في ماتش من الماتشات اللي الفريق كان كسبان فيها بفرق كبير اربيلوا كان بيطلع وبيحاول يسجل او يصنع. مورينيو وقتها زعق له في اوضه اللبس وقال له انا مش طالب منك تهاجم، انت مش كافو وعايزك تدافع بس. المهم ان ريال مدريد فاز بالدوري واربيلوا يفوز بالدوري الاسباني لاول مره في مسيرته. اربيلوا الموسم ده لعب مع ريال مدريد 38 ماتش، صنع 3 اهداف وحقق الكلين شيت في 16 ماتش. ويتم استدعاء اربيلوا ليورو 2012 مع اسبانيا. اربيلوا في اليورو ده كان الموضوع معاه مختلف، وعلى عكس اليورو وكاس العالم اللي فاتوا اللي اربيلوا ما كانش ليه دور فيهم، اربيلوا في اليورو ده كان احد اعمده اسبانيا ومن اهم اللعيبه. اربيلوا في اليورو لعب كل الماتشات وما غابش عن اي دقيقه، واسبانيا تفوز باليورو واربيلوا يرفع اليورو وهو واحد من اهم اللعيبه في البطوله. ونروح لموسم 2012 2013. في بدايه الموسم اربيلوا يفوز مع ريال مدريد بالسوبر الاسباني بعد الفوز على برشلونه. الموسم ده طبعا ما كانش زي اللي قبله سواء لاربيلوا او لريال مدريد. جوزيه مورينيو دخل في صدام مع الاداره وبعض اللعيبه، وغرفه ملابس ريال مدريد كانت متفككه، واربيلوا دايما كان بياخد صف جوزيه مورينيو في اي حاجه. ريال مدريد خسر الدوري الموسم ده لصالح برشلونه بفارق كبير، وكمان اربيلوا غاب عن ماتشات كتير للاصابه. وريال مدريد خسر نهائي الكاس على ايد اتلتيكو، وده انا قلته الحلقه اللي فاتت. وكمان ريال مدريد خرج من نص نهائي الابطال قدام دورتموند. اربيلوا لعب مع الريال الموسم ده 41 ماتش ما بين اساسي وبديل، وحقق الكلين شيت 7 مرات وقدر يصنع 3 اهداف. وبنهايه الموسم يرحل جوزيه مورينيو عن تدريب ريال مدريد. ونروح لموسم 2013 2014. انشيلوتي يتولى تدريب ريال مدريد. الموسم ده اربيلوا غاب عن ماتشات كتير بسبب الاصابه، وهتلاقي ان اربيلوا
اربيلوا غاب عن 10 ماتشات متتاليه في الدوري، بس هتلاقي انه في الكاس قدم اداء كويس ولعب كل الماتشات ما عدا ماتش النهائي قدام برشلونه. المهم ان ريال مدريد يفوز بالكاس بعد الفوز على برشلونه 2-1، واربيلوا يفوز بكاس ملك اسبانيا للمره الثانيه في مسيرته. اهم حاجه لريال مدريد الموسم ده كانت دوري الابطال. ريال مدريد فاز على اتلتيكو 4-1 في النهائي ويفوز بدوري الابطال بعد غياب 12 سنه، واربيلوا يفوز اخيرا بدوري ابطال اوروبا. ونروح لموسم 2014 2015. خلاص اربيلوا بقى عنده 32 سنه ومردوده البدني ما بقاش زي الاول. اربيلوا ما بقاش بيشارك بشكل اساسي دايما مع الريال، وده بسبب عامل السن، وكمان كان كارفاخال رجع ريال مدريد، وطبعا مردوده البدني هيبقى احسن من اربيلوا بكتير. الريال فاز في اول الموسم بالسوبر الاوروبي على حساب اشبيليا، وفي نص الموسم الفريق يفوز بكاس العالم للانديه، واربيلوا يبقى حقق كل البطولات الممكنه مع ريال مدريد. اربيلوا شارك الموسم ده في 35 ماتش مع الريال، بس بدأ اساسي في 22 ماتش بس، والباقي كان بيبقى بديل، وقدر يحقق كلين شيت في 10 ماتشات، وده كان احسن موسم ليه من ناحيه الارقام الهجوميه بعد ما سجل هدف وصنع 5 اهداف. ونروح لموسم 2015 2016، اخر موسم لاربيلوا مع ريال مدريد. مع رحيل كارلو انشيلوتي وقدوم رافا بينيتس مفيش حاجه اتغيرت بالنسبه لاربيلوا، وكمان عدد ماتشاته قل جدا عن الموسم اللي قبله. وفي نص الموسم تتم اقاله رافا بينيتس ويتولى زين الدين زيدان تدريب الفريق، وزيزو يستغل اربيلوا كقائد داخل غرفه اللبس. وفي اخر ماتش في الدوري الموسم ده ريال مدريد على البرنابيو، واللي هيكون اخر ماتش لاربيلوا مع الريال على البرنابيو، يتم تكريمه من الجماهير بافضل شكل ممكن. الجماهير تعمل تيفو باسمه ورقمه، وكمان يلبسوا التيشيرتات بتاعته، وينزل اربيلوا في اخر 10 دقائق في الماتش عشان مدرجات البرنابيو كلها تهتف باسمه، وكمان يلبس شارة القياده ويتم توديعه كقائد لريال مدريد. والجماهير تودع لاعب هم عارفين انه كان ممكن يعمل اي حاجه عشان الفريق. واخر ماتش فعلي لاربيلوا مع ريال مدريد يكون قدام اتلتيكو في نهائي الابطال، واللي الريال فاز بيه بضربات الجزاء. ومفيش احسن من توديع الريال بالفوز بدوري الابطال، واربيلوا يختم مسيرته مع ريال مدريد باغلى بطوله. وبعدها في صيف 2016 اربيلوا ينتقل انتقال حر لويست هام الانجليزي، بس اربيلوا ما يلعبش معاهم غير 4 ماتشات بس، وبسبب الاصابات المتكرره اربيلوا يعلن اعتزاله اللعب نهائيا. وطبعا زي ما كلنا عارفين دلوقتي اربيلوا هو مدرب ريال مدريد. اربيلوا فاز بكل البطولات الممكنه مع ريال مدريد، فاز بدوري الابطال مرتين، وبكاس ملك اسبانيا مرتين، وفاز بالدوري مره واحده، وفاز بالسوبر الاسباني والسوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه، وكمان فاز مع اسبانيا بكاس العالم وباليورو مرتين. يمكن اربيلوا مش من اللعيبه اللي الناس بتحبها، يعني مش مهاري وملوش لقطات وما بيسجلش كتير، بس كان دايما بيبقى محبوب من المدربين، وده بسبب انه كان ذكي جدا وعنده وعي تكتيكي كويس. بس اللي ما يختلفش عليه اتنين ان اربيلوا كان من اللعيبه الرجاله والمقاتلين في الملعب، وكان بيعمل اي حاجه عشان الفريق. وحته بقى هو اوفر ريتد ولا اندر ريتد هسيبها لكم انتوا تقولوا رايكم. وفي النهايه لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس، وقولي تحب اتكلم عن مين الحلقه الجايه.